الحجي معي اتصال. الو الو، تفضلوا. يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخ ياسر. الله يعافيك. انا مبسوطه اليوم بدون فاكس عم بحكيكم. بس الاخ اللي اتصل الله يبارك فيه انه انتبه للخطا اللي صار، بس يخبرني لما بيغلط الشيخ هو عم بيقوم بجماعه شو بصير؟ ما بيمرق القصه يعني عاديه، يعني ما بدها هالقد. هو على كل لا، ما هو قصده يوصل لقصة من غيرته علينا. لا ما غيرته وراء الأكمة ما وراء. هو قصده يوصل لقصة انه انا شايف السيد ومش شايف غيره. غيرته ما يكمل فيها لو بده يغار علينا. واصل لهون، كتر الله خيره. هو عم بيقوم بالجماعه بيخطئ. شو بده يبقى حاطط القرآن قدامه؟ أنا لست معصوما وممكن أن أخطئ وممكن أن أخطئ وبس هيك. شكرا لك، تحية. وأنا برجع بقول إنه أنا قلت مش شايف حدا غير السيد، وهذا رأيي، مش عم بدعي لأحد إنه يشاركني برأيي أبدا. لأن فعلا طبعا شايف علماء آخرين، بس أنا عم بقول بالوقت هلأ، مش انه والله مش قاري مثلا سيدي محمد باقر الصدر، مش قاري الغزالي، مش قاري علماء سنة، مش قاري علماء شيعة. هذا مش صحيح، قاري الكل، بس عم اقول بعصري هذا انا مش شايف غير السيد. وقت اللي قلت انه نبي هذا الزمان كم شنديان، شو بدي احكي الواحد؟ لك شو بدي احكي الواحد وحياة الله؟ وقت اللي قلت نبي هذا الزمان، يا عمي ما انتم بتقولوا علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل، انا ما عملتوش نبي ولا عملته افضل. قلت نبي هذا الزمان من أي جهة؟ من جهة أنه نبي يوحى إليه. طبعا لا يوحى إليه وليس نبي، لكن يحمل رسالة الأنبياء. كل هالحكي يعني قصدي مش مرق عليهم بلاغة. مش مثلا شوف امبارح حكينا كلمة، الأخت سألت عن السجدة أنه اللي بيقبلوها مثل تقبيل الصليب، مش هيك؟ قامت القيامة وراحوا صاروا يتشكوا بالمكتب تحته ما بعرف شو. إن شاء الله فكركم أنه أنا بخاف إذا تشكيتوا بالمكتب او اني راح اتراجع عن رايي. بعدين انا الراي اللي امبارح حكيته هو راي سماحه السيد. اذا بدكم رايي انا، وانا اعلن باني صاحب راي غصبا عن اللي بيقول لا، انا هذا رايي. وقلت انه وهلا بدكم تروحوا طبعا مسحوا جوك عند سيد علي قد ما بدكم روحوا، مش فارقه معي. انا اذا بدك رايي يحرم تقبيل السجده، ويحرم تقبيل القفص، ويحرم تقبيل ربط الخرقه بالايد، ويحرم فتل الخاتم بالصلاه، ويحرم كل هذه القضايا لانها تسيء الى خط اهل البيت. نحن بدنا نزل هذا رأي الشيخ ايه عمل لك هذا رايي، وهذا رايي اوافق فيه سيد بروجردي. انا كنت عم بسمع مره كلام لسيد الخامنئي عم يحكي عن بعض الخرافات، من ضمن الخرافات جاب انه راي السيد البروجردي هذا المدفون على باب مسجد اعظم انه يحرم تقبيل القفص. احنا امبارح ما قلنا هيك، قلنا يا عمي راي سيدنا لا نقول حرام، لكن يفضل ترك هذا الموضوع. أما إذا بدكم رأيي الشخصي، أنا عندي حرام هذه القضايا لأنها تسيء إلى خط أهل البيت، بل أساءت إلينا، وهي التي أوجبت تكفيرنا، وأعطينا مادة أخرى لغيرنا حتى ينعتنا بالشرك. ثم بدي أسألكم سؤال، ليش بدنا نعيب على النصارى إذا قبلوا تمثال عيسى أو الصليب، وبدناش نعيب على أنفسنا عم نتقبل التراب؟ ثم حامت حميتكم على تقبيل التراب، وما حامت حميتكم على الغيبة والدسائس ونقل الكلام زورا. نقولوا الكلام مثل ما هو، ما تنقلوا بطريقة ملتوية لحتى توغلوا في الصدور لحتى وعلى كل حال راح ريحكم مني قريبا جدا. أنا تارككم واستودعكم الله. هاي الأمة اللي إلي معها تجربة طويلة عريضة، بدل ما تكون هاي التجربة مع الأسف لاقي فيها بصيص أمل. كل اللي كنت عم بعمله من 5 سنين وجاي، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم. كله كنت عم بعذر لله، وانتهت مدتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مدتك من الوقت هلا يعني، ولا انتهت مدتك؟ انتهت على طول. نحن ما بنقبل انك تنتهي على طول. امي بدها مسيحيين جوخ، امي بدها مسيحيين جوخ، بدها منافقين، بدها اصحاب مصالح. امي بدها تروح تقعد عند هالسلطان توشي بهذا، وتقعد عند هالزعيم توشي بهذا، وتقعد عند هالعالم توشي بهذا. انا صاحب راي ومش مستعد اتنازل عن ارائي. انا اعلن باني زلمه مجتهده، اول مره بقول على الهواء،
وصاحب رأي، ومش كل واحد يجي يتفلسف علينا. بحب لهم يقبلوا هالرأي أهلا وسهلا، ما بحب لهم هن مع السلامة، هن حرين، أنا ما عم بلزم حدا برأيي. بس أنا عم أقول لكم إنكم تسيئون إلى خط أهل البيت وتشوهون صورة أهل البيت. وكان رسول الله كما ورد عن الحسن بن علي عليه السلام إذا رأى منكرا هدر هدرة لا يهدأ حتى يطمئن الحق. شو بيعرفوا عن الإسلام؟ بيعرفوا أنه والله ياسر عودي عم بيخرب التشيع. مبروك عليكم هذا التشيع إذا كان بهالطريقة. إذا إلى اللقاء الأسبوع القادم سماحة الشيخ، نحن بنقولها، وإلى اللقاء غدا مستمعينا الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.